الأستاذ جمال عيد الحقوقي بيحكي قصة كده لطيفة قوي حصلت. بيقول لك ايه حدث في مصر. في من ايام ضباط امن وطني راحوا هاجموا على بيت صحفي علشان يقبضوا عليه. فمراته اتخضت مسكينة وقالت لهم: يا جماعة، الراجل موجود عندكم في السجن بقاله 3 سنين. قالوا: ايه؟ بقاله 3 سنين في السجن؟ إيه؟ طيب لما يبقى يطلع يبقى ابعت لنا عشان نيجي نقبض عليه ونعذبه ونموته تاني. على فكرة يا جماعة، النهاردة النظام المصري قتل مواطن مصري بالتعذيب. المواطن المصري دوت ما كانش يعني مواطن صايع، ولا مواطن مثلا ملوش عازة. لا، ده المواطن دوت كان وكيل معهد ديني أزهري، وقتلوه في سجن المنيا شديد الحراسة بعد ما صابوه بالشلل، بعد ما عذبوه تعذيب شديد جدا. ودي الحقيقة صورة المواطن، وأنا هنشرها عندي على صفحتي على الفيسبوك وعلى كل المنصات. هي منشورة عامة على الموقع بتاع الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. الحقيقة النظام دوت أحقر وأوسخ نظام يعني مر في تاريخ مصر حتى من أيام الفراعنة. أنا بيتهيألي ما كانش في حاجة أوسخ من النظام القذر الحقير دوت موجودة أبدا في حياة أي يعني مجموعة من البشر بتحيا على هذا الكوكب. والحقيقة يرجع يقولك إيه؟ يقولك أصل النظام المصري عمل قانون للاجئين. لاجئين ايه؟ ده انتوا بتموتوا المواطنين المصريين، بتموتوا المواطنين المصريين. المواطن يا جماعة اسمه فضل سليم محمود، 64 عام. عذبوه في سجن المنيا، وبعد ما تدهورت صحته ماشي نتيجة للانتهاكات والتعذيب البدني عليه، الراجل أصيب بالشلل. 3 سنين بيعذبوا في الراجل، 64 سنة عشان بيقول ربي الله، وبيقول يسقط حكم عبد الفتاح السيسي ابن الأحبة، ابن المرة العايبة اللي دوبت كل الرجال الخايبة. خد يا بلحة، خد يا بلحة ودي نظامك، خد يا بلحة ودي نظامك يا ابن الأحبة. ده انت نهايتك قربت. فكرتني انت بماري أنطوانيت لما كانت بيقول لها الشعب مش لاقي ياكل، بتقول لهم خلوه ياكل جاتوه. هو مش لاقي ياكل عيش، خلوه ياكل جاتوه. هنسففك التراب في الشوارع. هانت قريب قوي انت وعساكرك ونظامك يا اوساخ يا مجرمين يا قتلة الشعب المصري يا ابن الحرام يا ابن بائعة الهوى.